ما فيهاش لحمة وبيحطوا مكانها مواد تجيب سرطان. أسرار مرعبة عن سندوتشات الشاورما بالمطاعم الشهيرة، والصحة تناشد الأهالي، وتحذيرات كبيرة جدا خوفا على الصحة بسبب وضع المواد المسرطنة في السندوتشات لكسب المزيد من المال. إليكم التفاصيل. يعشق الكثير من الأشخاص سندوتشات الشاورما، والتي انتشرت بشكل كبير بالمطاعم. وقد نشر أحد رواد السوشيال ميديا حقيقة الشاورما المباعة بالمحلات، وقال أحد مستخدمي الفيسبوك في منشور أنه منقول عن أحد الأشخاص الذي كشف حقيقة الشاورما المباعة في الشارع. والله أعلم. كنت قاعدة شعبي كده مع شوية أصدقاء وشباب، وجت سيرة أكل الشارع شوية، ومر علينا الواد بتاع الطلبات، فواحد مننا سأله: انتوا ما عندكوش أكل؟ كلها مشروبات كده. رد قال له: يا باشا المعلم مانع نبيع أكل خالص. ليه يا ابني بس؟ والله له حق يا باشا. سعادتك تعرف سندوتشات الشاورما اللي بتقعدوا تاكلوا فيها دي وبتدفعوا فيها شيء وشويات بتتعمل ازاي؟ لا معرفش يا باشا. في محلات بتشتري كوز اللحمة الخام بتاع الشاورما. واحد مشهور قوي فاتح معمل لحمة لا مؤاخذة كده تحت بير السلم، اسمه توابل. انت عارف ليه سموه توابل؟ عشان بيبيع كوز اللحمة له توابل، مفيش فيه حتة لحمة واحدة. يا ابني ازاي بس؟ امال اللحمة اللي بنشوفها في السندوتش دي ايه؟ سقطة جزارة يا باشا. يعني ايه سقطة جزارة؟ يعني بواقي تقطيع الدبايح على حبة شغت وكيس بودرة لونه أحمر مع كيس التوابل بتاع عمك الحاج توابل، وكان الله بالسر عليم. وفي محلات بتشتري كوز الشاورما وتبيعه بأقل سعر. وقد تداول المنشور بشكل كبير، وقد شكك البعض في حقيقة كوز الشاورما، وقال هناك مطاعم تضع أمام الجمهور الأكل، لذلك ننصح الكثير بعدم تناول السندوتشات من مطاعم رخيصة وغير معروفة المصدر نظرا لانتشار الأمراض. والكثيرون منا يعشق الشاورما التي تنتشر بشكل كبير في المطاعم، لكن كما قلنا لحضراتكم أحد رواد الشاورما والسوشيال ميديا صدم محبيها بحقيقة لحم الشاورما المباعة في المحلات في تجسيد لجرائم الغش التجاري. وقال أحد المستخدمين أنه منقول عن أحد الأشخاص الذي كشف حقيقة الشاورما المباعة في الشارع، والله أعلم بذلك. ونريد من حضراتكم أيضا التعليق. وهل تصدقون أن هناك غش في سندوتشات الشاورما، أم هناك رأي آخر لحضراتكم؟